زلزلتم الأرض تحت أقدام منتخبات كبيرة وأسماء رنانة. لها صنع المستحيل وكسب جاره البرتغالي بهدف النصيري. الكل رفع ليكم القبعات، وثالث مرة في التاريخ المونديال لمنتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية بعد أمريكا سنة 30 وكوريا الجنوبية في 2002. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أكثر من 400 مليون عربي وأكثر من 1.4 مليار أفريقي بقول شكرا لمنتخب المغرب. كفيتم ووفيتم، كنت أسود بجد، رفعتوا راس بلدكم وراس الوطن العربي وقارة إفريقيا بالكامل وكل عشاق كرة القدم في العالم. الكل رفع ليكم القبعات، أداء بطولي، روح قتالية استثنائية، حماس بالزاف، غيرتوا خريطة كرة القدم في العالم، زلزلتم الأرض تحت أقدام منتخبات كبيرة وأسماء رنانة. شكرا للعملاق ياسين بونو، شكرا لمنير المحمدي ورضا التكناوتي، شكرا حكيمي وسايس وأكرد ومزراوي وعطية الله وداري واليامق وبنون، شكرا مرابط وأناحي وبوفال وأملاح والخنوس وشعير والصبري وجبران وزياش، شكرا بخلال والزلزولي والزعروري وجديرة وحمد الله والنصيري، شكرا لوليد الرجراجي وجهازه رشيد بن محمود وغريب أمازين وعمر الحراق، شكرا فوزي لقجع وكل أعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم، الأسود التي أقنعت من البداية لما فرضت التعادل على المنتخب الكرواتي تاني مونديال العالم السابق، وبعدها تفوقت على المنتخب البلجيكي المصنف الأول أوروبيا والثاني على العالم، وصعدت بجدارة بعد الفوز على منتخب كندا المتطور جدا واللي تأهل للمونديال في صدارة منطقة كونكاكاف على حساب المكسيك وأمريكا. تخطي مرحلة المجموعات بعد غياب 36 سنة، هل ده كان كافي للرجراجي وكتيبة الأبطال اللي معاه؟ خصوصا أن المنتخب الأسباني كان المنافس في مرحلة خروج المغلوب. الإجابة كانت على ملعب المدينة التعليمية لما صمد منتخبنا العربي الكبير 120 دقيقة، أطاح بالماتادور الأسباني، وبعدها صنع المستحيل وكسب جاره البرتغالي بهدف النصيري، وتأهل لأول مرة في التاريخ في تاريخ إفريقيا للمربع الذهبي، وثالث مرة في التاريخ المونديال لمنتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية بعد أمريكا سنة 30 وكوريا الجنوبية في 2002. صحيح المسيرة البطولية دي وقفت قدام فرنسا في المربع الذهبي بعد ما اتخطفنا بجول في أول 5 دقايق، لكن رجعنا للمباراة وبقوة. ضيعنا التعادل في أكتر من محاولة في مواجهة حامل اللقب اللي بيضم نجوم قيمتهم بتزيد عن 1 مليار يورو. دروس كتير لازم نتعلمها من الملحمة اللي حصلت دي، سواء في الوطن العربي أو في قارة إفريقيا. لازم نثق في أنفسنا، لازم تثق في نفسك، تؤمن بقدراتك عشان تحقق هدفك. كان صعب علينا نحلم مجرد حلم اننا ننافس على لقب مونديال الكبار، لحد ما رفع منتخب المغرب أسود الأطلسي سقف الطموح، خلانا ننسى النغمة السخيفة بتاعة التمثيل المشرف ونكون راس براس مع الكبار. لأننا بالفعل حتى اسألوا قطر عن التنظيم اللي أذهل العالم وأكد إننا عندنا الكثير من الدروس اللي ممكن نقدمها للعالم جوه الملعب وبره الملعب. هنيئا للجماهير العربية، هنيئا للجماهير الإفريقية، مولد حلم كبير إن شاء الله نقدر نبني عليه في المستقبل. أسود الأطلسي شكرا بزاف، شكرا ليكم ألف ألف مليون شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين في كل مكان. سهرة رياضية جديدة، ملعب اون تايم سبورتس، وحلقة جديدة وسهرة رياضية جديدة. أنا قلت المقدمة وقلتها من قلبي، وقلت الكلام اللي كل عربي وكل مصري وكل إفريقي وكل مواطن ينتمي لهذا الوطن العربي الكبير بيشعر به تجاه هذا المنتخب العظيم، هذا المنتخب الكبير، هذه الكتيبة الرائعة، كتيبة أسود الأطلسي. النجوم الحقيقة اللي أسعدونا وأذهلونا وخلونا نحلم، وما زال الحلم قائم، لأن الحصول على المركز الثالث
هيكون انجاز، وانجاز كبير جدا جدا جدا. النهارده المنتخب المغربي كتف بكتف مع المنتخب الفرنسي. هدف اتخطف عن طريق تيو هرنانديز الظهير الايسر في بدايه اللقاء، ما خافوش، ما ترعبوش، ما تخضوش، لعبوا ووصلوا وسددوا، وهوجو لوريس تألق في اكثر من كره، ولكن هذه كره القدم. وسط الهجوم المغربي الكاسح ياتي الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. بالتاكيد التهنئه للمنتخب الفرنسي، تاكيد هنشوف نهائي رائع ما بين فرنسا اللي بيراهن عليها الكثير وما بين الارجنتين اللي بيراهن عليها الاكثر، لكنه سيظل تمثيل منتخب مصر للامه العربيه وللقاره الافريقيه في مونديال 2022 على ارض عربيه هي ارض قطر، سيظل دائما وابدا في اذهان وقلوب وانفاس كل مواطن يفرح ويفخر ويزهو بهذا المنتخب. اوعوا تزعلوا، اوعوا تزعلوا، اوعوا تزعلوا. عملتوا اللي عليكم وعيشتونا في حلم جميل، كملتوا لحد اخر مباراة في البطولة، مكملين مبارياتكم من بعد المجموعة ودور ال16 ودور ال8 ودور نصف النهائي، ثم مباراة على مركز من المراكز. وان شاء الله نشوفكم يوم السبت وانتم بتتوجوا بميدالية المركز الثالث. هتلعبوا كرواتيا اللي تعادلتوا معاها في اول مباراة. كنا لسه خايفين، كنا لسه مخضوضين، لكن دلوقتي عندنا الثقة. وليد الرجراجي اللي تغلب على الإصابات وتغلب على المشاكل، النهارده دفع برومان سايس في البداية وهو مصاب، وأيضا مزراوي الذي لم يكتمل شفائه، ولكنه تدارك الأمر في المباراة. أخطاء فردية بسيطة كلفتنا الخروج من الوصول إلى نهائي كأس العالم، لكن الكثير والكثير استفدناه من هذه البطولة. كل الشكر مرة أخرى للجميع. عايز أقول الحقيقة أنه الشعب المصري كله بلا استثناء، كله بلا استثناء من كبيره لصغيره كان النهارده وكان امبارح وكان اول قلبه مع المنتخب المغربي ومع المنتخب السعودي ومع المنتخب التونسي ومع المنتخب الكاميروني ومع المنتخب الغاني ومع المنتخب القطري ومع كل المنتخبات العربية والإفريقية. المصريين يعني قدموا صورة وملحمة في التشجيع والمساندة خصوصا لعالمنا العربي. الرياضة توحد ولا تفرق، كرة القدم تحب من يحبها، ونحن نحب كرة القدم ونحب أمتنا العربية ونحب نجومنا ونحب لاعبتنا. بنقول لهم هارد لك، الجيات أكتر من الريحات. عندنا سؤال النهاردة أعزائي المشاهدين والمتابعين. خلاص خلصت الحكاية وتعرف من هما طرف المباراة النهائية في تكرار من جديد لنهائي حدث من قبل، سواء لفرنسا التي لعبت النهائي أكثر من مرة وفازت به مرتين، والأرجنتين التي لعبت أكثر من مرة وأيضا فازت به مرتين. هل فرنسا مبابي أم أرجنتين ميسي؟ من يفوز بكأس العالم؟ ابعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. شوية نتكلم على المباراة أعزائي المشاهدين والمتابعين. المنتخب المغربي النهاردة يعني أعتقد أن وليد الرجراجي كان في ورطة الإصابات والمشاكل والأزمات نتيجة تراكم المباريات، وبالتالي اضطر أنه يبدأ ببعضا من المصابين زي ما قلت لكم رومان سايس اللي غير بعد 20 دقيقة، أو نصير مزراوي اللي غير في الشوط الثاني لدرجة أنه نزل أملاح واضطر أنه يغيره مرة تانية. مشكلة وحيدة موجودة عند المنتخب المغربي من وجهة نظري، وهي أنه البدلاء ما كانوش على مستوى الأساسيين. أنا بتكلم على مباراة النهاردة خصوصا في الخط الهجومي، ولكن هذه هي كرة القدم. ما كناش نحلم باللي وصلنا له، كان الحلم بيزداد. أنا كنت هكتب مقال أسميه قول عليا مجنون على وليد الرجراجي، لأنه قال حظل في جنوني وفي حلمي حتى أصل إلى النهائي، ولكنه وصل إلى قبل النهائي، وهذا يكفي وهذا مرضي بالنسبة لنا. كنا بنحلم صحيح كنا هنتجنن كمان مع وليد الرجراجي، كنا هنتجنن مع كل فرصة بيضيعها المنتخب المغربي، لكنه هذه هي كرة القدم.